محمد نور إبراهيم، ألف مبروك يا محمد، 200 ألف ريال سعودي والمركز السابع. في المركز السادس جاوزت مجموع جوائزها 12 مليون ريال سعودي. وقبل أن نعلن عن الترتيب الأربعة الواصلين للنهائي في كل فئة، سنعلن عن ترتيب المتسابقين من المركز العاشر إلى المركز الخامس في عطر الكلام، فليتفضلوا معنا. نبدأ من المركز العاشر في فئة الأذان. في المركز العاشر في فئة الأذان أحمد درويش، ألف مبروك يا أحمد، هو المركز العاشر والجائزة بقيمة 65 ألف ريال سعودي. المركز التاسع في فئة الأذان في الموسم الثاني من عطر الكلام والجائزة 75 ألف ريال، طارق ذيب بندر غلي، تفضل يا طارق، المركز التاسع، ألف مبروك. والمركز الثامن والفائز ب80 ألف ريال سعودي في فئة الأذان في الموسم الثاني من عطر الكلام عيسى حاتم الجعدي، ألف مبروك يا عيسى، المركز الثامن و80 ألف ريال. نذهب للمركز السابع وقيمة جائزته 100 ألف ريال في فئة الأذان حميد خليفة الرئيسي، ألف مبروك ابن الإمارات، حميد هو المركز السابع، ألف مبروك. المركز السادس في فئة الأذان و150 ألف ريال سعودي في فئة الأذان ريان موسى هوساوي، ألف مبروك يا ريان. إذن في المركز الخامس والفائز بمبلغ 200 ألف ريال محمد حافظ الرحمن، ألف مبروك يا محمد. إذن هذه المراكز من العاشر إلى الخامس في فئة الأذان. الآن ننتقل لفئة القرآن والترتيب من العاشر إلى المركز الخامس. في المركز العاشر وقيمة الجائزة 80 ألف ريال هو الدكتور ياسر عمر شاهين، ألف مبروك يا دكتور، المركز العاشر و80 ألف ريال. في المركز التاسع وقيمة الجائزة 100 ألف ريال محمد حسن الجلب، ألف مبروك يا محمد، و100 ألف ريال، والمركز التاسع. في المركز الثامن والفائز ب150 ألف ريال سعودي هو أحمد السيد إسماعيل السيد، ألف مبروك، تفضل. المركز السابع في فئة التلاوة في الموسم الثاني وقيمة الجائزة 200 ألف ريال سعودي هو محمد نور إبراهيم، ألف مبروك يا محمد، 200 ألف ريال سعودي، والمركز السابع. في المركز السادس والفائز ب300 ألف ريال سعودي هو محمد يوسف الهبطي، هو المركز السادس لك يا محمد، و300 ألف ريال. وبالتالي في المركز الخامس 500 ألف ريال صلاح الدين متعبد، تفضل وألف مبروك. إذن مشاهدينا تعرفنا على المراكز من العاشر إلى الخامس في مسابقة عطر الكلام في فئتي القرآن والأذان. نبارك لكل من فازوا ووصلوا إلى هذه المرحلة. الآن أطلب من المشتركين الأربعة الأوائل من كل فئة الانضمام لنا على خشبة المسرح. وصولكم لهذه المرحلة دليل على تفوقكم في كل معايير اللجنة. الفوارق بين جمال الأصوات لا يكاد يذكر، ونتيجة الفائزين بالمركز الثالث والرابع من كل فئة قد حسمت بعد مداولات حثيثة للجنة التحكيم. صاحب المركز الرابع في فئة الأذان والذي سيحصل على مبلغ 300 ألف ريال سعودي في موسم الثاني من عطر الكلام هو إبراهيم أسد محمد، ألف مبروك، المركز الرابع، أصغر مشترك في عطر الكلام ويصل إلى منصة التتويج، ألف مبروك لك يا إبراهيم، ما شاء الله تبارك الله. في فئة الأذان والمركز الثالث والجائزة هي 500 ألف ريال سعودي. أصوات رائعة مذهلة عذبة لا شك في ذلك، والفائز هو بالمركز الثالث رهيف خالد الحاج، ألف مبروك يا رهيف، ألف مبروك، 500 ألف ريال سعودي. والمركز الثالث
في مسابقة عطر الكلام في الموسم الثاني، والتنافس الضخم الكبير الذي كان بينكم وصلت للتتويج والمركز الثالث. ألف مبروك. الآن ننتقل لفئة القرآن والتنافس الضخم والكبير والثقيل بينهم، والمركز الرابع في فئة القرآن سيفوز ب700 ألف ريال سعودي، والفائز بالمركز الرابع بعد آلاف عشرات الآلاف من المشتركين، قراءات رائعة، أصوات مذهلة، رأي لجنة التحكيم كان دقيق ومفصل، والفائز بالمركز الرابع هو عبد الله محمد الدغري. ألف مبروك عبد الله محمد الدغري، ألف مبروك الفوز والجائزة والمركز الرابع. ألف مبروك. ننتقل لصاحب المركز الثالث ونقترب من معرفة من هم أبطال المركز الأول في كل فئة. في المركز الثالث في فئة التلاوة والجائزة قيمتها 1,000,000 ريال سعودي، الفائز هو زكريا الزيرك. ألف مبروك، هو المركز الثالث. إذن يا زكريا ألف مبروك لك، و1,000,000 ريال سعودي. الآن نصل مع المستشار للحظات النهائية، لحظة تتويج الفائزين بلقب عطر الكلام، لحظات ونتعرف على صاحب المركز الأول في كل فئة. تفضلوا معنا على المسرح، نريد أن نراكم. تفضل محمد الشريف وضياء الدين، مشايخنا الأفاضل ينضمون لنا. والمركز الأول في فئة الأذان بين ضياء الدين ومحمد الشريف، أعضاء لجنة التحكيم الأفاضل ينضمون معنا على المسرح. والجائزة الأولى بمبلغ 2,000,000 ريال سعودي، وصاحب لقب عطر الكلام في فئة الأذان في الموسم الثاني هو في فئة الأذان و2,000,000 ريال سعودي محمد الشريف من المملكة العربية السعودية. أذن محمد في روسيا والآن يفوز بلقب عطر الكلام في فئة الأذان. ألف مبروك يا محمد، 2,000,000 ريال سعودي. إذن أنت صاحب اللقب محمد، لقب المؤذنين في عطر الكلام، ودون أدنى شك لا ننسى الصوت العذب والرائع في المركز الثاني، و1,000,000 ريال سعودي. ضياء الدين ألف مبروك أيضا لك المركز الثاني، كنت رائعا عذبا. محمد الشريف يحسمها، ضياء الدين المركز الثاني و1,000,000 ريال سعودي. ألف مبروك. إذن هو جائزة المركز الثاني وال1,000,000 ريال لضياء الدين من إندونيسيا. صوت عذب رائع لا يمكن أن ننساه. محمد الشريف، أذان الفائز بطلب من معالي المستشار تركي آل الشيخ، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذا صوت الفائز بمسابقة الأذان في عطر الكلام محمد الشريف من المملكة العربية السعودية. الآن صار وقت الإعلان عن أكبر جوائز المسابقة والبالغة 3 ملايين ريال سعودي لصاحب المركز الأول في تلاوة القرآن. تفضلوا بجانبي من بقي عبد العزيز الفقيه ويونس شاه مرادي. تفضلوا بجانبي ودعونا نتعرف. عبد العزيز الفقيه من المملكة العربية السعودية ويونس شاه مرادي من إيران. إذن مشاهدينا أمامكم صاحبي المركز الأول والثاني والفائز بالمركز الأول في الموسم الثاني، والجائزة قدرها 3 ملايين ريال سعودي في عطر الكلام في فئة التلاوة. وهذه الجائزة حصلت على رقم جينيس كأكبر جائزة من نوعها للقرآن. الفائز بالمركز الأول في الموسم الثاني في عطر الكلام لفئة القرآن يفعلها يونس آخر، يونس شاه مرادي. ألف مبروك، 3 مليون ريال سعودي. إذن الفائز بلقب عطر الكلام يونس آخر، فعلها يونس غربي في المرة الأولى، يونس آخر يفعلها في الثانية. يونس شاه مرادي من إيران يفوز بالجائزة الأضخم من نوعها على الإطلاق، 3 مليون ريال سعودي. دون شك لا ننسى صاحب الصوت العذب، صاحب المركز الثاني في مسابقة عطر الكلام، عبد العزيز الفقيه من المملكة العربية السعودية. عبد العزيز الفقيه صاحب المركز الثاني ومبلغ 2 مليون ريال سعودي. إذن مشاهدينا عرفنا من هم أصحاب المراكز العشرة الأولى، من فاز بفئة التلاوة ومن فاز بفئة القرآن. هنا وصلنا معكم مشاهدينا لختام رحلة روحانية مذهلة ورائعة خضتوها معنا، اسمها عطر الكلام. وبنفحه عطر الكلام.